بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أحبابي في الله، سلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم أتيتكم برؤيا مبشرة عن المهدي يلتقي بالشيخ المغربي في المسجد الأقصى. لكن قبل الحديث عن الرؤيا أود أن نقف وقفة إجلال وترحم على أرواح الشهداء الذين سقطوا جراء الكارثتين التي ضربتا المغرب وليبيا الشقيقتين، ونعزي أنفسنا وأهلنا. اللهم ارحم موتانا واشف مرضانا وواسي أهلينا، أولئك الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. اللهم كن لهم عونا. إن ما حدث وما زال يحدث من زلازل وطوفان ما هو إلا نذر قبل الآيات العظام، مثل ما حدث لأسلافنا من قبل، وهي تتكرر بنفس الوتيرة ونفس الأسباب. قال الله تعالى: فكلا أخذنا بذنبه فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. الحاصب قد رأيناه، وهو الريح القوي أو الرياح القوية التي ترفع الحصى والأطربة والرمال وتقلع الأشجار والأسقف وتهيج الأمواج وتضرب بها اليابسة. وهذا ما رأيناه يحصل أمام أعيننا كل يوم تقريبا. فكلا أخذنا بذنبه، أي كل ذنب يقابله عقاب. هناك ذنب يستحق عقوبة الحاصب أي الريح العاتية، وهناك ذنب يستحق الرجفة أي الزلزال، وهناك ذنب يستحق عقوبة الغرق. أما الصيحة والخسف حدثتا في أسلافنا ولم تحدثا بعد في الأخلاف، وهما آيتان آتيتان لا محالة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: في أمتي خسف ومسخ وقذف. والخسف من الآيات الكبرى وهو على الأبواب، وقد سبق وأن تحدثنا عليه، ويراه الناس بعيدا ونراه قريبا. وأنا أرى بأن هذه الزلازل والكوارث ما هي إلا تسبيق لعملية الخسف. خسف بالمشرق وخسف بالمغرب وخسف بجزيرة العرب. فقوم فرعون قبل الغرق أنذرهم الله بالجراد والقمل والضفادع لعلهم يرجعون. ظلوا يطلبون من النبي موسى أن يدعو ربه ليرفع عنهم الرجز، فلما رفعه الله عادوا لما نهوا عنه، أغرقهم الله تعالى بعد ذلك في اليم. فالنذر التي تحدث هنا وهناك في تركيا، سوريا، المغرب وليبيا ما هي إلا تسبيق لحدث عظيم حذاري قد يحدث هنا وهناك بما اقترفت أيدينا من ذنوب يستحق الخسف. وقد نبأنا الرسول صلى الله عليه وسلم، فكما وقع زلزال في المشرق وزلزال في المغرب فالذي آت ومن يدري ربما الخسف في مكان ما قد ارتكب ذنب يستحق عقوبة الخسف. أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. أما الرؤيا أحبابي، جاءتني رؤيا مبشرة. يقول الرائي: رأيت الشيخ خالد المغربي حفظه الله داخلا للمسجد الأقصى متجها نحو رجل كان جالسا في ركن من أركان المسجد يقرأ القرآن،
تبسم للرجل، أي الشيخ المغربي تبسم للرجل وهو مقبل، فقام الرجل مبتسما ومرحبا بقدوم الشيخ إليه كأنه يعرفه منذ زمان. سلم عليه فقال له الشيخ: عذرا، لقد استغرقنا وقتا طويل لنعقل بأنك المهدي. لم يرد عليه الرجل، تبسم ونظر في الأرض، أي طأطأ رأسه في الأرض تأدبا واحتراما وتواضعا للشيخ. الرؤيا على ظاهرها واضحة، فإن صدقت فأول من يتعرف على المهدي من العلماء هو الشيخ المغربي، الذي نستطيع أن نقول بأن الشيخ المغربي هو من الأولين الذي أدرك بأننا في زمن المهدي، وسبق وأن كانت له توجيهات وإلهامات ورؤى بأن يتوجه إلى المسجد الأقصى ويقدم دروس في علم الساعة. كان موفقا في كل دروسه، ونحن من متابعيه منذ زمن طويل ولا يزال إلى اليوم. وهذه ثاني رؤيا تأتينا عن الشيخ المغربي تدل بأنه ليس من علماء السبع فقط، بل عنيدهم. في الرؤيا اتجه مباشرة نحو رجل جالس يقرأ القرآن، فما إن رآه الرجل حتى وقف هو كذلك تواضعا للشيخ وتبسم له. فالمهدي حسب الرؤيا يعرف جيدا الشيخ المغربي، وأكيد من خلال دروسه التي يبثها على اليوتيوب، وقد يكون من متابعيه ومشاركا في قناته. فقدم الشيخ اعتذاره للمهدي وقال له: لقد تأخرنا كثيرا لنتعرف عليك بأنك أنت المهدي الحقيقي. فتبسم المهدي ولم يجب، وطأطأ رأسه تواضعا للشيخ الذي ضحى بكل ما يملك من وقت وجهد ومال بحثا على هذه الشخصية التي تنتظرها الأمة والعالم كله منذ الوهلة الأولى طبعا، ومنذ أن دقت أشراط الساعة، خاصة مع الفتنة التي ضربت الشام سنة 2011، والشيخ المغربي يخرج علينا بدروسه بالمسجد الأقصى. فهل ستتحقق الرؤيا يا ترى؟ هذا ما سنعرفه إن شاء الله في الأيام المقبلة. فالمهدي يظهر في وقت الزلازل، فهل هذا هو الوقت الذي يعقل عليه العلماء بداية بالشيخ المغربي؟ الله أعلم. نكتفي بهذا القدر أحبابي، وإلى رؤية جديدة حول أحوال ووضع المهدي أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.